السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعاهدة التي أوقفت الحرب بين المغرب وإسبانيا قبل 243 سنة من الآن. منذ بداية ما يعرف بحروب الاسترداد الإسبانية بعد سقوط آخر معاقل المسلمين في الأندلس، طبعت الحروب المشهد العام في العلاقة بين المغرب وجارته الشمالية إسبانيا، فاحتل الإسبان وحلفاؤهم البرتغاليون بعض المدن المغربية الحيوية مثل مليليا وسبتة وتطوان وطنجة. وأمام هذا الواقع دفع السلطان المغربي محمد بن عبد الله في أواخر عام 1779 بالسفير والدبلوماسي المغربي ابن عثمان المكناسي من أجل توقيع اتفاقية سلام، والتي من خلالها نجح ابن عثمان المكناسي في إعادة تشكيل العلاقات بين البلدين على أسس جديدة قوامها السلم والتبادل التجاري والتعاون الدبلوماسي. كان ذلك في يوم 30 من مايو من سنة 1780. طوال القرون التي تلت سقوط الأندلس كانت دول المغرب العربي وبدرجة أكبر المغرب الأقصى من أكثر المناطق التي تضررت من هجمات الإسبان والبرتغاليين، فيما عرف تاريخيا بحروب الاسترداد الصليبية التي قادتها إسبانيا. فلم يتوقف المغاربة لحظة عن حمل السلاح والدفاع عن أراضيهم من الحملات الإسبانية. ففي سنة 1415 ميلادية، أي قبل سقوط غرناطة، سقطت مدينة سبتة المغربية في يد الاحتلال البرتغالي الذي تنازل عن المدينة للإسبان سنة 1668 بمقتضى معاهدة لشبونة مقابل اعتراف إسبانيا باستقلال البرتغال، فيما احتلت مدينة مليليا من قبل الإسبان سنة 1497 ميلادية، في حين تحولت مدينة طنجة إلى مدينة دولية في القرن ال17. وأمام هذا الوضع انتهجت المملكة المغربية حينها نهج الدبلوماسية من أجل الحفاظ على ما تبقى من أراضيها وحكمها. فقام السلطان المغربي محمد بن عبد الله بإرسال سفارة إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث في سنة 1779، وكان على رأسها السفير والرحالة ابن عثمان المكناسي الذي نجح في توقيع اتفاقية بين المغرب وإسبانيا. وكان السفير المغربي قد تمكن من خلالها من إطلاق أكثر من 200 أسير مسلم من السجون الإسبانية، غالبيتهم من الأسرى الجزائريين.